هو وائل ده مين؟ مش صاحبك؟ صاحبي ينفع تتكلم في الحاجه ديت، في الحاجه المعينه دي؟ انت فاهم قصدي ايه؟ اه. ابو حازم، ايه يا معلم؟ ايه يابا عامل ايه؟ الحمد لله ايه يا عم عريس جديد بقى؟ شفتكش آه. بقالك اسبوع يا عم. انت فين كل ده؟ مجنون، انت عايز تشوفني فين؟ ها؟ عايز تشوفني ازاي يعني؟ عايز اشوفك يا عم. ايه كل ده في إزاي؟ البيت؟ في البيت قاعد على طول؟ بعد 15 يوم ان شاء الله. والله يعني انا مش هشوفك الا بعد 15 يوم؟ مش هنفكر اسبوع بس. خلاص حلو اه جامد 100 100. والله العظيم. والله. مبسوط يعني؟ 100 100 يابا. مبسوط وسعيد. الحمد لله. انا امبارح برضك 15 عملت يوم. ايه بقى؟ 15 يوم عملت جو ملوش حل. وممكن اكمل الشهر. مش هتخرج. ممكن اكمل الشهر. ممكن. انا سبحان الله نازل دلوقتي عشان اجيب فطار وطالع. ده اللي نزلني. بجد؟ غير كده والله ما كنت شفتك ولا كنت عرفتك. من الاخر. صلى على النبي. والله ربنا يديك عليه الصحة. والسلام. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. الله بص الحمد لله يابا. امسك الخشب. لا يابا انا 100 100. الحمد لله. يا انا 100 100. ايه اهو. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. ازيك يا عمو حبيبي؟ يا صاحبي. حبيبي الله يبارك فيك. ايه يا عم فينك يا عم؟ في الدنيا ولا أخوك خرب شغال؟ الدنيا. ها؟ اخوك خرب الدنيا. في ايه؟ نازل اجيب فطار وطالع. اقعد بتاع شهر كده. ما تقعد يا عم، يا تقعد شهرين. يا ريت انا اكره. اخوك. ما انا جاي برضه سامع الحوار ما بينكم انتوا الاثنين. آه. حاجة لذيذة كده. آه. وده يقول لك إيه؟ انا كنت امبارح جامد يا ابني دي وانا احلى حاجه في الدنيا يا عبيط. والله احلى حاجة في الدنيا. احلى حاجه في الدنيا دي الجواز. احلى حاجة في بكرة الدنيا نتقرب ونشوف. ان انا اقعد اتكلم في حاجة اساسا ما ينفعش ان إحنا نتكلم فيها. بتكلم يعني ده انا بتكلم مع وائل. ايه اللي وائل يعني؟ انا بتكلم مع حد. هو وائل ده مين؟ مش صاحبك؟ صاحبي ينفع تتكلم في الحاجة ديت، في الحاجة المعينة دي؟ انت فاهم قصدي ايه؟ اه. تتكلم مع اي حد؟ ما صاحبي يا عم. وايه اللي صاحبك يا عم؟ صاحبه وصاحبك على القهوة. الحاجة اللي داخل اوضة النوم دي ما ينفعش يطلع لحد، لا ليا ولا لاخوك ولا لابوك ولا لامك ولا اي مخلوق. دي بينك وبين مراتك. بتشتري يعني هقول لك على حاجة بسيطة. آه. دلوقتي واحدة من اسبوع كانت جاية عندنا الشقة، هو مش في البيت. فمراتي اول ما جيت قالت لي اسكت، ده انا عايز اروح الكوافير الفلاني. صاحبتي عاملة شعرها مش عارف ايه وكذا وي. اوريك الصورة؟ قلت لها لا. وريني صورة ايه؟ ما انت لما توريني الصورة الشيطان هيخش في دماغي. ما خلاص انا فتحت له الطريق. طبعا. فتحت له الطريق الغلط. هو ما بيصدق. بالظبط. انا شفت الصورة هبدأ اتخيل بقى، لا ده جميل، ده قمر، ايه العسل ده؟ فابدأ بقى ايه؟ ازيد 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 في الغلط لحد ما اقع في الغلط، وهضيع مستقبلي ومستقبل مراتي ومستقبل اسره وهي مستقبلها كمان. ما هو الشيطان بيختار الحتت دي، بيجي في الحتت دي ويستند الفرص. هو قاعد مستنيك على كلمه طلعت بينك وبين صاحبك بهزار، صح؟ بعد كده الكلام هيزيد بقى، هنخش في الاعمق والاعمق والاعمق، وبعد كده كل حاجه بقى تتخيلها قدامك. يبقى انت اللي تحط نفسك في كده. ووائل او انا هنشوف مراتك هتبقى ماشيه قدامنا. معلش في الكلمه، انا اسف. فده غلط يا صاحبي. الحاجه اللي جوه اوضه النوم لا كنا بندردش مع بعض بس يا حم. لا ما فيش حاجه اسمها انت انا دردشه يعني. انت بتفرح انت في الحاجات دي. عم وائل دردشه. لا هو صح والله صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. ها؟ الشيطان مخلوق ليه؟ مش عشان يودينا النار. اكيد. هو عايز يودينا فين؟ النار. هو دي سكته. فهو بيستنهز لك على فرصه، على غلطه صغيره ومش هتعرف ترجع. ما تقوليش لا هرجع، مش هتعرف، بالذات في الاماكن دي مش هينفع ترجع. لان الشيطان يقعد بقى يوسوس لك. تمام. والكلام برضو قدام عيالكم وانتوا هم قاعدين تقعد تهزر مع مراتك في حاجه زي كده، او تهزر مع واحد صاحبك. لا ده غلط. ده طفل بيتنشئ، بيفكر بقى، عنده فضول، عايز اعرف ده ايه، هما بيقولوا ايه، فيبدا الغريزه تشتغل ان كان كبير او صغير. فالكلام ده ما ينفعش يخرج بره اي حد يا جدعان. لا صح يا عم. حافظوا على بيوتكم يا جدعان. فهمت يا ابو حازم؟ لا هو صح. المقصود ان احنا يعني اول ما شفتني لا انا ما بسالكش، بشوفك بس جوك هتتكلم ولا لا؟ بص اقول لك هتتكلم ولا لا؟ المفروض الحاجه اللي فوق في شقتك، في محور شقتك، ما تخرجش بره بيتك. بص انا لسه يعتبر متجوز جديد، لسه داخل دنيا، فعشان كده بننصحك. ثواني بس، فانا لسه ما اعرفش حاجه، بس صدقني هو فادني كتير. وانا يعني اتمنى ان الناس كلها تبقى كده، اللي يخص البيت يخص البيت بس، ما يطلعش بره. صح كده. صاحبك فعلا على القهوه، صح والله العظيم كلامه صح. صح كده. وانا استفدت منه كتير. تمام. وهسيبكم بقى واطلع عشان اتاخرت.
يلا مع السلامه عريس. وزي ما قلت لك ها؟ على السلامه عريس. استفدت والله العظيم، والله استفدت. وائل ده بص يا عم انا كنت قلنا بنسحب رجلك بس شوفك هتتكلم ولا لا. والكلام ده كله لكم يا اخواتي برضه، اللي ما تقعدش مع اصحابك وهزار وضحك، او حتى انت لو انت خاطب بنت ناس او بتحب بنت ناس، خلي بينك وبين نفسك لحد ما تتقدم لها والدنيا تبقى تمام. لكن ما تفضحش نفسك، ربنا بيحب يستر، انت ما تفضحش نفسك، ربنا بيسترك، انت تفضح نفسك ليه؟ فربنا يسترها علينا وعليكم، واحنا مش عايزين نسب الطلاق تزيد وخراب البيوت يزيد والاطفال تشرد في الشوارع، احنا عايزين نبني مش نخرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.